مدينة من عجائب الدنيا السبعة، وبتعتبر من عاصمة العرب الأنباط، ومن أشهر المواقع الأثرية في العالم وأهم مواقع الجذب السياحي. بيجيلها أفواج من السياح من كل بقاع الأرض. تقع على مسافة 62 كيلومتر إلى الجنوب من عمان. بتتميز بطبيعة معمارها المنحوت في الصخر الوردي اللي بيحتوي على مزيج من الفنون المعمارية القديمة اللي بتنتمي لحضارات متنوعة، وهي عبارة عن مدينة كاملة منحوتة في الصخر. المدينة فيها معالم أثرية كتيرة، واليهود حاليا بيحاولوا ينخربوا عشان يدوروا على تابوت العهد اللي واكل دماغهم، وشاغلين نفسهم والدنيا بيه. ورغم إننا عارفين هو فين، بس برضه مش هنقول له. تعالوا ندردش مع بعض عن طبيعة المدينة الساحرة وقصتها الكاملة من الألف للياء. تابع الحلقة للنهاية عشان تعرف المفاجآت. أنا محمد فرج، وانتوا دلوقتي في حياة زمان. مدينة البتراء من أشهر المواقع الأثرية في العالم، وأهم مواقع الجذب السياحي في الأردن. بتعتبر مثال فريد لأعرق حضارات عربية، وهي حضارة الأنباط، لأن العرب الأنباط قاموا بنحتها من الصخر منذ أكثر من 2000 سنة. ده اللي خلاها أحد عجائب الدنيا السبع الجديدة، وشاهدة على أكثر الحضارات العربية القديمة ثراء وإبداعا. تم اكتشاف المدينة سنة 1812، وده كان على إيد المستشرق السويسري يوهان باركهارت، من خلال رحلة استكشافية في كل من بلاد الشام ومصر والجزيرة العربية لحساب الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية. وعشان كده أطلق العلماء المستشرقين على البتراء بالمدينة الضائعة، وده لتأخر ظهورها للعالم. كمان وصفها الشاعر الإنجليزي بيرجن بأنها المدينة الشرقية المذهلة والمدينة الوردية واللي ملهاش مثيل. مين هم بقى الأنباط؟ مملكة الأنباط امتدت حدودها جنوبا لتصل لشمال غرب الجزيرة العربية، وهناك في المدينة مدائن صالح، ومد الأنباط نفوذهم عشان يوصلوا لشواطئ البحر الأحمر وشرق شبه جزيرة سيناء ومنطقة سهل حوران في سوريا حتى مدينة دمشق. فكان بيحيط بالمملكة النبطية وعاصمتها البتراء العديد من الممالك والحضارات، منها الحضارة الفرعونية غربا، وحضارة تدمر شمالا، وحضارة بلاد ما بين النهرين شرقا. وعشان كده كانت المملكة النبطية بتتوسط حضارات العالم القديم، وتشكل بؤرة التقاء وتواصل لمختلف الحضارات العالمية. طب ايه هي بقى المعالم الأثرية الكتيرة في المنطقة دي؟ اشتهر الأنباط بتقنيات هندسة المياه والحصاد المائي، وهم أصحاب الفكرة من زمان. وطور الأنباط أنظمة الري وجمع مياه الأمطار والينابيع، وتفننوا في بناء السدود والخزانات اللي حفروها في الصخر. كمان شقوا القنوات لمسافات طويلة، وده إضافة لبنائهم المصاطب الزراعية في المنحدرات، وده لاستغلال الأراضي في الزراعة. المدينة بتحتوي على كثير من المعالم والشوارع الأثرية، لكن الشارع المعمد كان ليه النصيب الأوفر، وهو طريق تاريخي بيقع داخل المحمية الأثرية بمدينة البتراء، حيث قام الأنباط بتشييده، ثم أعاد الرومان بناؤه سنة 106 بعد احتلالهم للبتراء. وكانت بتقوم على جانبي الشارع مباني من طابق واحد لطابقين. كمان كان في على يسار الشارع المعمد باتجاه الجنوب مجموعة من السلالم تقود لساحة مكشوفة تسمى بالسوق، وكانت بتتم كافة أنواع النشاطات والمعاملات التجارية في السوق ده. وعلى ما يبدو أن المنطقة كانت القلب النابض للمدينة ومركز النشاطات التجارية المختلفة من القرن الثالث قبل الميلاد. واستمر استعمال الشارع خلال الفترة البيزنطية في القرنين الرابع والخامس حتى السادس، وفي منتصف القرن الخامس أو نهايته تم البدء بتنفيذ مشروع معماري للشمال من الشارع المعمد، وبنيت 3 كنائس بجانب بعضها في هذه المنطقة، وهي كنيسة البتراء الرئيسية وكنيسة التلة وكنيسة الزرقاء. ازاي بقى جزء من المدينة اتدمر؟ في شارع الواجهات، وهو طريق أثري بيعود تاريخه لفترة حكم مملكة الأنباط، وبيقع داخل المحمية الأثرية في مدينة البتراء، ويمكن الوصول ليه بعد اجتياز الخزنة، وحيث يبدأ السوق بالاتساع تدريجيا لحد ما يوصل لمنطقة مفتوحة. وبيقع على جانبي الطريق عدد من واجهات المدافن النبطية المزينة بالكرانيش والأدراج المقلوبة، لكن للأسف بعض الواجهات دي اتدمرت من خلال العوامل الطبيعية، وربما تعود الواجهات دي لموظفين كبار في الدولة أو بعض الأمراء. كمان بيعتقد بأن الصفوف دي من الأضرحة اللي بيها نقوش معقدة من أصل آشوري. كمان مدينة البتراء كانت بتحتوي على سد، ويعتبر السد حديث البناء،
مكان السد النبطي، وأعادت الحكومة بناؤه سنة 1964 بنفس الطريقة النبطية، حيث أقاموا الأنباط لحماية عاصمتهم من فيضانات المياه اللي بتتجمع خلال مواسم المطرة من أعلى سفوح الجبال والتلال المجاورة عبر الأودية، وبعدين بتتجمع في وادي موسى لحد ما تصل لمدخل السوق. عثر على نقش أثناء تنظيف النفق يذكر الاسم النبطي القديم للمدينة رقيم. أما اسم البتراء فهي التسمية اليونانية بمعنى الصخرة، وبيوصل النفق ده للجهة التانية من المدينة، وبتحتوي جدرانه على عدد من المنحوتات الدينية اللي بتمثل الآلهة النبطية. والمدينة بتحتوي على مسرح وبيقع في قلب المدينة، وهو المسرح النبطي اللي اتبنى في القرن الأول للميلاد. بتتكون مقاعد المشاهدين من 45 صف وتستوعب 4000 مشاهد، والمقاعد مقسمة أفقيا لثلاثة أقسام. إيه بقى قصة المدينة مع تابوت العهد اليهودي؟ للمدينة أهمية دينية وتاريخية للديانات الثلاثة. بيعتقد اليهود إنها بتحتوي أهم وأثمن سر في تاريخهم، وهو تابوت العهد اللي بيحتوي الوصايا العشر اللي أعطاها الله عز وجل لموسى عليه السلام، وده بالإضافة لوجود عصا هارون فيه. يقال كمان إنه مقام سيدنا هارون في البتراء، وعلى أحد قممها المطلة على المدينة الأثرية على ارتفاع 1353 متر عن سطح البحر. وبيدعي بعض اليهود إنهم هم اللي بنوا البتراء، لأنهم بيعتقدوا إن التوراة أشارت إلى إن من أنشأ المدينة هم سلالة النبي نابوت الابن الأكبر للنبي إسماعيل. وبيرجحوا كمان إنها حيثما تذكر في التوراة فإنها تشير إلى عاصمة أدوم، المدينة الحصينة في وادي موسى واللي اشتهرت باسم البتراء، وتعني صخرة باللغة اليونانية. واستند اليهود للنص التوراتي: كان لسليمان 70,000 يحملون أحمالا و80,000 يقطعون في الجبل، ما عدا رؤساء الوكلاء لسليمان الذين على العمل 3,300 المتسلطين على الشغب العاملين العمل. وأمر الملك أن يقلعوا حجارة كبيرة، حجارة كريمة لتأسيس البيت، حجارة مربعة، فنحتها بناء سليمان وبناء حيرام والحبليون، وهيئوا الأخشاب والحجارة لبناء البيت. سفر الملوك. حتى إن كاتب يهودي يدعى كينكلين طرح كتاب أطلق عليه بتراء، قال فيه إن كتاب التوراة يتوقع إن مدينة البتراء القديمة سوف تصبح ملاذا لليهود. احنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة. متنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من عشاق الماضي. فريق عمل حياة زمان بيتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك وشير. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم. السلام عليكم ونشوفكم على خير.